تعالوا نفتخر بشخص مصري، شاب صغير في العشرينات من عمره، هو محمد صلاح، نجم منتخب مصر وبازل السويسري. محمد، انا قريت خبر النهارده الحقيقه في العديد من الانديه الانجليزيه بالتحديد رسم الفرحه. وهو رسم الفرحه. الفرعون المصري رسم الفرحه، وفرعون على فكره ما نقدرش نقول اصله مش عيب والكلام ده. ما شاء الله، منشتات هايله. صحف اوروبيه تفتخر انه اسمه يجي في سطر فيها بالظبط، مش يتصدر منشتات وعناوين واغلفه اقوى المجلات الرياضيه سواء داخل سويسرا او خارج سويسرا. جميل. هو كمان اطلق عليه قاهر الانجليز وتشيلسي بالتحديد. ولاول مره ارى محمد صلاح منفعل في هدف. ليه؟ لاحظ كده، لان بص ادى المباراه على اجمل ما يكون. والهدف ربنا ارسله له تتويج لمجهود. يعني بص، المباراه كان محمد صلاح هو المحور الرئيسي لخطوره بازل. وفعلا زي ما قال مورينيو، كنت اتعامل مع ريشه بالظبط، واخد بالك انت؟ قال لك سريع فوق العاده بالظبط. فالهدف كان عبارة عن التتويج. شفت انت لما تاخد الكاس في نهاية المباراة او حد يلبسك تاج التميز، ربنا سبحانه وتعالى اداله هذا الهدف يا استاذ ايمن لكي يكتسي بتاج التألق وينهي اخر دقائق المباراة محرزا هدفا ليظل هذا الهدف عالقا في كل اذان ومحبي تشيلسي على مستوى العالم والتاريخ، لان دي اهداف تاريخيه ما تتنسيش. طبعا. هستاذنك معانا اتصال تليفوني. دكتور جمال ربيع. الو. اهلا يا دكتور، اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. حضرتك استاذ في جامعه الزقازيق مش كده؟ دكتور جمال ربيع، استاذ في كليه العلوم جامعه الزقازيق. يا اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. اتفضل يا دكتور. عايز تعلق على موضوع الطلبه عايزين يوقفوا الدراسه في الجامعات مش كده؟ والله طبعا دي انا بعتبرها مسؤوليه مشتركه ما بين اولياء الامور وبين اداره الجامعه نفسها. والمسؤوليه اللي على اولياء الامور ان المفروض هم اولياء الامور يوعوا اولادهم على انه دي مرحله المفروض انت بتتعلم، رايح تتعلم. فاي مناقشات سياسيه او اي انتماءات المفروض حد بيأثر عليك فيها، دي مش مكانها الجامعه. انت رايح ساعتين في اليوم او 4 ساعات في اليوم. انا بأشفق على كثير من الطلاب وهم جايين كل يوم الصبح. طبعا كلنا عارفين زحمه المواصلات والامور الماديه. انا حتى بكلم الطلاب في المحاضرات على كده، بقول له انت جاي لازم قبل ما تفكر تعمل اي تصرف خارج عن نطاق انك جاي تتعلم وتتحصل على التعليم، افتكر تعب والدك ووالدتك. بالظبط، ده المهم بجد. ان ده بيوفر لك ال 20 جنيه او ال 10 جنيه اللي انت بتيجي بيهم في المواصلات. مش ممكن هو بيوفرهم من قوت يومه علشان انت تيجي تقعد تلعب لي يمين وشمال وتتكلمني بعد ما تخلص. مارس السياسه بس مش في وقت الدراسه. طبعا حصل. طب استيعابهم للكلام ده شكله ايه يا دكتور؟ والله انا يعني اكون موضوعي معاك، يمكن بنسبه 80% بيستوعبوا كويس، الا القله اللي هي طبعا كلنا عارفين وضعها وانها جايه تهيج الطلاب. وبالمناسبه يعني انا عايز بس اوجه رساله للاخوه الاعلاميين. انا رايي الشخصي لو احنا تغاضينا عن تغطيه الاحداث اللي الناس دي بتعملها، اولا هم قليلين جدا. يعني مش عايز اقول لك على مستوى جامعه الزقازيق ممكن تحصرهم في 200 300 طالب. بس المشكله لما بيطلع حاجه بتلاقي واقف يتفرج عليهم 500 600 بالظبط، فالعدد بيبان كبير، فبيظهر المشهد على انه كبير. انما احنا الدراسه عندنا منتظمه ومحاضراتنا الا بعض استثناءات الاسبوع اللي فات. وانا حصل معايا موقف انا شخصيا. اتفضل. حصل معايا موقف يوم الاحد اللي فات في محاضره من المحاضرات. لقيت الطلبه نفسها جزء كبير جدا عايز يخش المدرج. جزء قليل بيمنعهم. يمكن بيمنعهم. طبعا المشكلة. انت علشان تبقى واقف وهيحصل احتكاك بين اللي مع واللي ضد. فانا حتى بدات اتكلم افتح حوار مع الطلاب. طب يا جماعه تعالوا نقعد. في ناس بقى ودول معروفين بالاسم وبالشكل، وده انا بعيب على اداره الجامعه في الناس دي. ان هو المفروض دول يعاقبوا وبشده. وعايز اوجه رساله برضو لزميلنا واستاذنا الفاضل وزير التعليم العالي اللي حتى الان معترض على عوده الحرس الجامعي.
يعني انا مش فاهم. انا نفسي لو تخلصنا من مبررات وعقد الماضي هنبص للمستقبل صح. اكيد طبعا. انا كاستاذ جامعه لما كان في الاصايح مكان انا منطقه كويس الدكتور حسام لما بيقول انه مش معقوله هو حرس الجامعه ما هو 2 3 بس اللي بيبقوا موجودين وبيبقى بعد كده مش هيجي لي فرقه امن تقعد في الجامعه. صح، لما انت عارف ان هم 2 3 بس ده بحسه الامني بيقدر يعرف ويستنتج اذا كان في الموضوع هتتطور. بالظبط كلام مظبوط. وبالتالي يقدر هو من خلال برضه حس الامني انه يقدر يستدعي مساعده من الامن الخارجي او لا. احنا ما قلناش ان امن حرس الجامعه هيروح يجيب الامن المركزي يقعد. دكتور جمال، يعني طبعا يعني انا بشكر حضرتك على هذه المداخله الجميله، وزي ما حضرتك قلت في البدايه ان جزء من المسؤوليه يقع على الاسره في البيت، وانا شايف ان ده جزء كبير ولكن قد يكون غير مؤثر. دوركم انتوا بقى في المرحله اللي جايه تقوموا يعني بهذا الامر الحقيقه، تحاولوا طالما وصلتوا ل 80% يبقى نتيجه كويسه. بشكرك دكتور جمال ربيع الاستاذ بجامعه الزقازيق، شكرا ليك. انا بتكلم انا ليا بس عشان خاطر المداخله جت في الحلقه فلا بد ان احنا بس ليا تعليق بسيط. اتفضل. وليس تعقيب، لان انا بحترم اساتذه الجامعات وباجلهم كاساتذه اجلاء لهم حق التقدير. بص، عايز اقول لك على حاجه. لما كنا في اتحاد الطلبه كان في حاجه اسمها التنشئه الوطنيه وكان في حاجه اسمها المعسكرات. دائما وابدا اقرا الفكر بالفكر. يعني انا بختلف مع الدكتور جمال في عمليه الحرس الجامعي يعود. لابد انك انت تصل الى الفكر وتغير المفاهيم، لانك انت في النهايه ابنك لو عاق منك او اصبح معاق ما بيسمعش كلامك انت مطالب بتقويمه كولي امر، وده دورك. الجامعه عليها ان تحتضن ابنائها. دور الانشطه وتفعيل دور الانشطه، تفعيل دور اتحادات الطلبه. ما اوصلنا الى هذه المرحله المتعفنه من الحراك السياسي داخل الجامعه واستغلال اعداء مصر او اعداء الوطن مناخ الجامعي لانهم يوصلوا رسالات، الا انك قتلت الكوادر. تخيل انت الجامعه دي ايام التنظيم الاشتراكي زمان كل من قاد مصر كانوا رؤساء الاتحادات طلاب الجامعات. كل من هو اجاد السياسه كان من احرف من لعب سياسه في الجامعات. لو انا سميت لك الحلقه طبعا بدون يعني ولكن بس انا عايز اعقب على حاجه. الفكر بالفكر، ولا بد من تفعيل دور الانشطه، ولا بد من انا بص انا كان بيجي لنا دعاوي من مجلس الشعب عشان نروح نتفرج ونشوف السياسه بتكون ازاي. عملت عندنا نوع من الحنكه. ده موضوع كبير طبعا بس حبيت اقول للدكتور جمال النشاط وتفعيل دور الانشطه ومحاربه الفكر بالفكر. محمد صلاح مره ثانيه، نرجع له مره ثانيه، النجم اللي بيخلينا نبتسم بص خلي بالك، يا ريت ناخد من الموضوع ده ونروح لصلاح. يعني نموذج بالظبط. الله ينور عليك. النهارده كام شاب اتفرج على مباراه بازل وتشيلسي، وكام واحد فرح، وكام الف وكام مليون شاب ارتدى تيشيرت تشيلسي في اليوم التالي. لكن ده بيودي لك لشقين. عندما يكون النجم محبوبا وعندما تطالبه ان يكون ملكا للجميع حتى يصير قدوه. محمد صلاح ايقظ اوروبا كلها على فرحه خاصه. وعايز اقول لك على اخبار. يمكن انا بحاول كنت ادور على ممكن يكون هناك تغيير في خارطه العروض. انت عارف ان شالكه داخل بقوه، وصل 19 مليون يورو بالظبط، داخل بقوه. رقم الحقيقه كان مذهل لما قريته النهارده. ولكن اللي انا عايز اقوله لك 19 مليون يورو مبلغ ما شاء الله. محمد صلاح اصبح على رادار الدوري الاسباني، وهناك اكثر من عرض سيتم الاعلان عنه خلال الايام القادمه، ومحمد صلاح بيتمنى ان يذهب الى الدوري الاسباني. هو حاسس انه هيلاقي نفسه. وانا شخصيا افضل لمحمد صلاح الدوري الاسباني، لان الدوري الانجليزي بما له من قوة والدوري الألماني هذه الماكينات التي لا تهدأ، أنا شايف أن اللمسة الجمالية الممزوجة بالسرعة والقوة اللي عند محمد صلاح هتكون أكثر متعة في الدوري الأسباني. أكيد محمد صلاح بلا شك هو نجم النجوم وهو فرعون مصر. خطيرة باتجاه محمد صلاح لمصلحة بارسل وكورة ما تسيبنيش لو حتى ثواني، لو اغيب عنك استناني، ده انا وحياتك كل ما اشوفك بحلم امتى هشوفك تاني. خلينا نشوفك
الشعب